ليه كان ده بيتعمل في العهد القديم واتغير في العهد الجديد؟ استفدت ايه بان انا صليت؟ انا عندي احتياجات كتير قوي. لما صوت الحب وصوت العلاقه اللي مع الله بقى قليل، ابتدى يدور على احتياجاته. هو احنا بنصلي ليه؟ سرق موبايلك، انت جريت وراه قلت له استنى، انت نسيت السماعه، خد السماعه كمان معاك. جورج عامل ايه؟ انا حلو. كويس نشكر الله. ماشي. آه عندنا افكار كتير مغلوطه، فخلينا كده نحاول ناخد كذا حاجه منهم ونشوف ممكن نتعامل فيها ازاي او ممكن نعمل ايه، وخلينا نفكر سوا يعني. خلينا ناخد حاجه، يلا. ماشي، ممكن نبتدي من الشغل. مم. هل في الشغل اخد حقي؟ يعني كتير بيتقال لنا يعني من لطمك على خدك الايمن حاول له الاخر ايضا. هو ده في اوقات واوقات، ولا يعني في الشغل يعني لو حد جاي عليا اسيبهوله، ولا بحمار شغل، ولا اعمل ايه؟ طيب، ده سؤال حلو. في الشغل او عامه في الحياه، امتى اخد حقي وامتى اسيب حقي؟ والحته دي عامه المفروض ان انا اخد حقي. ده العادي، ده القانون العادي، انه انا ليا حقوق وعليا واجبات. ليا حقوق باخدها وبطالب بيها، وعليا واجبات بعملها. ده العادي خالص. لكن لما ماشي. الله قال من لطمك على خدك الايمن حوله الاخر، ساعات ممكن نكون بنفهمها انه لو اتضربت يعني ايه ادي الناحية التانية عشان اتضرب. يعني ماشي. ساعات بنفتكر كده. صح. بس في بعض المفسرين او بعض الناس اللي كتبت يعني او اتكلمت انه لا، انت لو حد ضربك، انت بعد الضربة خدك هيروح الناحية التانية، فحول وشك عشان تقدر تتكلم مع اللي ضربك. دليل على كده المسيح نفسه لما اتضرب، آه قال له يعني لو عملت حاجة غلط انت ضربتني ليه؟ لو انت فاكرة. بس فاكرة. في حتة تانية كان بيقول له، يعني مش فاكرة النص بالظبط، بس اللي هو لو حد اخد منها اديله كمان الرداء. يعني لو سرق منك حاجة اديله حتة زيادة، يعني بحد مثلا سرق موبايلك، انت جريت وراه قلت له استنى، انت نسيت السماعة، خد السماعة كمان معاك. فليه؟ او يعني يمكن يكون التفسير بتاع الحتة اللي انت بتقولها في ان لا، انا عدلت وشي وابتديت اشوف انا هعمل ايه. بس هل التانية برضو معناها كده؟ يعني طبعا هو موقف كوميدي قوي ان حد ياخد مني التليفون ويقول له لا استنى خد المحفظة يعني في حاجة في تانية، حاجة يعني ناقصاك حاجة يعني. في حاجة انت ما اي. خدتهاش. الموضوع مش بالكوميدية قوي كده، بس هي الفكرة انه اكيد لو حد سرقني اكيد هبقى عايز اخد الحاجة بتاعتي، يعني اكيد. لكن في بعد تاني، بعد اخر. لو انا شخص فرحان ومبسوط شوية بربنا، مش عايز اقول كلام استنباط، بس في ناس جربت ده في حتت معينة. يعني انه مثلا في وقت من الاوقات انبا بخوميوس مثلا. ماشي. انبا بخوميوس ده القصة الشهيرة المعروفة انه ناس رايحين بيحتلوا بلد، اهل البلد دول بيعاملوهم بكل كرم وبكل حب، فانبا بخوميوس ده هو وثني، استغرب ازاي بتعاملوا الناس دي كده. ايه اللي فيكو؟ يعني ازاي ناس جاية تحتلكوا وانتوا بتعاملوهم بحب؟ ماشي. it's not about انه اتسرقت. طبعا لو اتسرقت لا، انا لازم اروح اعمل محضر واقول يا جماعه انا اتسرقت وانا محتاج انه حاجتي دي حق، ده حقي، دي حاجتي. لكن لو انا فرحان بربنا شويه، وكل حاجه في حياتي واخده حقها او في مكانها مظبوط، ممكن اقدر اسيب حاجه، ممكن اقدر اعمل الميل التاني. الجزء اللي كنت تتكلمي عليه هو جزء الميل التاني. من سخرك ميلا فاذهب معه ميل اخر. يعني ايه سخرك؟ بس امشي بمزاجي. اه، صح صح، يعني. صح. ما اظنش ان لو حد اجبرني في اول ميل، غالبا التاني مش هيبقى من باب القوة، هيبقى عشان انا مش عارف اقول لأ، فمن وجهة نظر ضعف فقررت امشي معاه. فاظن حتى لو هتتعمل لازم تبقى من ناحية قوة، فانا من الاول مشيت الاول وانا راضي وحسيت اني عايزة اديك حتة زيادة. كويس انك فتحت الحتة دي. معاك حق، لازم يكون انا مكاني فيه قوة وانا بمزاجي وبإرادتي بعمل كده، مش غصب عني. لانه لو غصب عني وانا متضايق ومتأزم، ده هيعمل لي مشكلة
قوية قوي او صح، كبيرة مجبر نفسية. ان انا لا بطل، ها. يس. وساعات احنا بناخد الايات او الحاجات الروحية انها يعني ربنا قال كده فانا هعمل كده، الوصية بتقول كده فانا هعمل كده غصب عني. في حتة انه لا انا مش فرحان بربنا اساسا، انا مش متمتع بحاجة. ماشي. يعني خليني ارمي على الجواز. ماشي. لو في اتنين زوجين متجوزين وبعد فترة من الجواز الحب قل، تلاقي مثلا انه الزوج مش بيحب مراته، الحب قل، ما بقاش في حب، ما بقاش في لغات حب. ماشي. خلاص، بأي حق يقول لها اسمعي كلامي؟ ما ينفعش. او حتى لو قال لها اسمعي كلامي هي هتعمل ده مش بفرح، لكن العكس صحيح. لو هو بيحبها بحق وفي محبة حقيقية، ايه اللي هيحصل؟ هي بكل فرح هتكون بتعمل اللي هو عايزه. مش قصدي الطاعة، قصدي انه هي عايزة تقدم. يس، انه بمحبة وفرح وبكل الرضا بقدم نفس بمزاجي. ايوه يس. يعني اقصد ان هي يس غالبا زي اللي كنا بنتكلم فيها من شوية، حتة برضو الميل التاني، هي بمزاجي. بمزاجي، ولانه بحب ده، لانه انا اوكي. بحب، لان انا بحب زوجي، فانا قلبي فرحان قوي بيه ومستمتع قوي بيه، فبالتالي هعمل اللي يفرحه، هسيب شوية حاجات، هتنازل عن شوية حاجات، لان مش فرق، لان الصوت بتاعها مش عالي. اوكي، فاهم تركيزي في قصدي؟ حتة تانية. يس. انا مشغول بحاجة تانية اكتر من الحاجة دي. ف ف فالحتة المادية او الحتة بتاعت انه حد سرقني، حد سرقني، لا هطالب بحقي، هروح اقول يعني مش هسيبه طبعا، اكيد هحاول انه ما يسرقنيش بكل الطرق، ده طبيعي. لكن افتكرت حتة كده في الانجيل لما ابتدوا يخرجوا يبشروا، كان بيقول لهم هل اعوزكم شيء. آه جاي في بالي قوي حتة انه هما كانوا غلابة يعني ما اظنش ان حد فيهم كان شخص غني، بس يمكن عشان كان مليان. هل اعوزكم شيء. يس، في علاقة الحب اللي تغني عن شوية حاجات. ان صوت، عارفة، في حياتنا في اصوات كتير، في صوت الشغل، في صوت الفلوس، في صوت العلاقات، في صوت الحب، اصوات مم. كتير قوي الواحد موجودة في حياته. بس لما بيبقى في صوت، او اكشلي يعني هي احتياجات، انا عندي احتياجات كتير قوي، في احتياجات اساسية ليا. لما الاحتياجات الاساسية بتاعتي بتتسد، احتياجي للامان او احتياجي للحب او احتياجي ان انا محقق ذاتي او انا حاسس بقيمتي، لو الاحتياجات دي متسددة كويس، وغالبا الله هو اللي بيسدها، بس مفيش حد تاني بيسدها. لما تتسدد كويس قوي، اوقات كتير قوي سهل قوي عليا ان انا اسيب شوية حاجات، لان اماني ما بقاش فيها. اوكي. طيب خليني اكمل حتة بما انك. وعشان كده اوكي. سوري انا اسف، وعشان كده ابراهيم لما الله قال له اخرج، ابرام يعني لما كان اسمه ابرام، وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك للارض اللي هوريها لك، هو طلع على اي اساس؟ ازاي اسمع كلام حد وانا وعد. بيقول لي اخرج وروح في حتة انت مش عارفها، هو مش عارفها؟ حب، في علاقة، في علاقة. مع ان ابراهيم بعدها بشوية نلاقيه انه حصل جوع في الارض، فحبه كان غالبا قليل والعلاقة كانت مش عالية. فالكتاب بيقول انه حصل جوع شديد في الارض، فانحدر يا ابراهام او ابراهيم الى ارض مصر. انحدر، اوكي. نزل. ولما نزل هناك عمل حركة هي مش خطية، لكن هي نص الحقيقة، لما قال انه سارة اخته. صح. اوكي. فايه اللي حصل؟ هو اتحرك لما صوت الحب وصوت العلاقة اللي مع الله بقى قليل، ابتدى يدور على احتياجاته اللي هي طبيعية، اللي هي طبيعي. طب معلش هكمل حتة على احتياجاته. آه يمكن انا موافقة ان العالم بيقيس بمقاييس مختلفة برضو، بس هل انا لازم دايما ابقى فقير؟ اصل انا غني بربنا، هل انا لازم دايما ابقى فقير؟ طب ما كان في ناس بتخدم بفلوسها. على فكرة أنا ممكن زي ما أنا في مرحلة ما كنت عندي صحتي وكويسة وكل حاجة وبخدم بإيدي، يمكن في وقت تاني يكون معايا فلوس وخدمتي قادرة توصل لعدد أكبر،
بفكر، بمؤسسة، يعني أقصد إنه على فكرة حتى الخدمة بالفلوس ممكن تبقى كويسة، ممكن تبقى الإفكت بتاعها أعلى. ليه دايما ما بنقول خدمة لازم نقول أصل الراجل اللي كان بيمسح الدكك في صمت؟ يعني ما أنا ممكن عادي أخدم بطرق تانية، اشمعنى دي يعني؟ ماله الغني؟ يعني يعني ليه أعيش متهانة، أو ليه أعيش فقيرة؟ مم. ليه؟ مم. وليه في حتة كده كان بيتكلم على إنه الغني ده صعب يخش السما، مع إنه عادي ممكن يبقى غني وكويس، يعني مش لازم يبقى غني ووحش. اسئلتك صعبه يا ديدي. يعني مش عارف. طيب لا وهقول لك، تفتكري الله فارق معاه الفلوس؟ لا، هي فرق معانا، مش فرق معاه هو يعني طيب هسأل سؤال تاني. تفتكري، انا أيوة. اسف ان انا برجع لك في سؤال، بس يعني ماشي، نفكر سوا. نفكر. تفتكري ربنا عايزنا نبقى مرتاحين ولا لا؟ يعني لما بتحب حد بتعوز تريحه، ليه اجيب واحدة مرمطه يعني؟ صح، حلو. طيب حلو. عايزنا نبقى فرحانين ولا لا؟ عايزنا نبقى فرحانين. حلو. جزء الغنى والفقر، ساعات احنا بنشوفه انه ربنا عايزني ابقى فقير فابقى تعبان، لكن في الحقيقة في رأيي يعني انه الله لما قصد انه، لما كان بيتكلم على حتة الغنى، انه ما اعصر دخول غني الى ملكوت السماوات، لكن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر. صح؟ مم. طبعا هي دي ليها، يعني ليها كومنت معين او يعني تفسير معين. بعض الآباء بيقولوا انه الجمل في باب اسمه كان في باب في اورشليم، في اسوار اورشليم كان ليها 12 باب تقريبا على اوكي. على اسوارها، وكان في باب منهم غالبا كان نفس الاسم، اسمه ثقب الإبرة، وكان عشان الجمل يعدي منه كان ضيق جدا ويعني ارتفاعه قليل وحجمه صغير، فعشان اي جمل، طبعا الجمال كانت بيستخدموها زمان تجارة في التجارة بالظبط، بيشيلوا ومواصلات وكل حاجة. بالظبط. صح. فعشان يخش الجمل جوه المدينة جوه أورشليم لازم يعملوا ايه؟ ينزلوا كل البضاعة اللي حواليه فيعرف يخش بالعافية. اوكي. اوكي. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه، وعشان كده المسيح وضحها بعد كده، قال مش مهم الغنى، لكن مهم اللي مش متكل على أمواله. الله عايزنا اوكي. فرحانين ومرتاحين زي ما انتي قلتي، بس هو انا فرحي واماني وسلامي في الفلوس ولا لا؟ فهي علاقتي بالفلوس مش وجودها ولا لا؟ يس بالظبط. اوكي. قلبي متعلق بالفلوس ولا لا؟ اوكي. وتبان قوي في حتت كتير. تبان مثلا اشتريت كوتشي غالي، او اشتريت ساعة غالية، او اي حاجة غالية. بنحطه على السرير جنبنا، معروفة، ما نبهدله. صح بالظبط، بنحافظ عليه عادي، بنحافظ عليه، بس وانس انها الحاجة دي باظت او اتقطعت او whatever حصل لها ايه، بتضايق، اكيد بتضايق. بس الى اي مدى بتضايق؟ الى اي مدى بفضل متضايق على الحاجه اللي باظت؟ لانه دي يعني حته شويه بتوضح، في رايي يعني الشخصي، انها بتوضح شويه تعلق بالحاجه. متعلق بالحاجه ولا لا؟ بس لو حاجة تعبت عشانها غالبا هبقى متعلقة بيها. حتى لو أنا عندي بروجكت في الشغل فضلت أشتغل عليه فترة وباظ، هتضايق يعني. حاسة إنه طبيعي إني أتضايق، مش طبيعي إنه خلاص ماشي تمام. يس، ما هو طبيعي، ما يعني ده الطبيعي ان احنا نتضايق، بس الى اي مدى بفضل متضايق؟ الى اي مدى بيفضل ده جوايا ومضايقني؟ اوكي. هو ده اللي بيبين الى اي مدى انا متعلق بالحاجه ولا لا. طبعا في الشغل يس، لكن انا قصدي في حته الفلوس دي بالذات، في المقتنيات، قلبي اوكي. جوه المقتنيات ولا قلبي في حتة تانية؟ اوكي. اوكي. طب قبل برضو ما اسيب الحتة بتاعت الشغل، انا اسف، الزفت على حتة الحلو، الاغنياء، على ماشي. ابراهيم كان من الاغنياء جدا. اوكي. وابراهيم الله لما بيقول على اي حد بيموت، او لما كان بيتكلم في امثلة عن لعازر، والعازر اللي هو الفقير والغني، اوكي. فبيقول انه في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب. صح. فيعني ابراهيم ده من الناس الاوائل، الناس اللي موجودة في السماء، اللي الناس بترتاح في احضانهم، which is هو غني.
هو ما كانش فقير، بس قلبه كان مع الله، قلبه كان في الله. داود كان غني. فإتس نوت about معاك كام وما معاكش كام. اوكي. لكن كتير قوي الفقر المادي اوقات بيكون سبب ان احنا نتعلق بالله، اوقات. واوقات تانية في ناس بتبقى فقراء بس ده يبقى لكن استغلال. بتلعن الله. يعني يعني لو في فترة كنت بفكر انه ليه اغلب الناس القريبين من ربنا فقراء، وجي في دماغي كده شوية افكار بتقولي ان احنا بنستغل فقر الناس عشان نجيبهم. فلو انا مش عارفة اجيب الغني يبقى في مشكلة، يبقى انا الهي ضعيف. فمش احنا مش بنجيب حد، هو الله بنجيب حد. ماشي. الله هو اللي بيشتغل مع كل واحد. صح. والله حتى بيعدل ساعات يعني دوافعنا مش اهدافنا، دوافعنا عادي. اتس اوكي. بيقبلها يعني حلو. يعني يعني ما عندوش مشكلة. هو مش إله بيذل الناس، يعني هو مش عايز يفقر الناس عشان تحتاجه، لا لا، خالص خالص. ده المسيح قال انا جيت عشان تكون ليهم حياة ويكون ليهم افضل. ماشي. خليني اخش و- على حتة انت كل مرة سوري. تبقى اول ما اخش تغير رأيك. عايز اقول حاجة اقولها على طول. لا، افتكرت حاجة دلوقتي على ماشي، الفقير. قول. نلاقي دايما في المزامير مم. في العهد القديم دايما يتكلم انه، وفي اشعياء كمان بيدين الشعب لانه بيجي على الفقير. اوكي. يعني الله نفسه بيدين الشعب لانه بيجي على اليتيم والارملة والفقير او الضعيف والغريب. فاصلا الله في فكره انه مش عايز حد يبقى فقير، بالعكس ده بيدين شعبه ان هم بيجوا على الفقير. ويعقوب اوكي. يعقوب الرسول كمان بيتكلم ساعات كتير قوي على ان انتوا بتحابوا للي معاه فلوس عن اللي مش معاه. في الكنيسة ده بيكلم الكنيسة، اوكي. بيكلم الكنيسة انه ما ينفعش تحابوا للي معاه فلوس على اللي مش معاه. ما ينفعش يبقى ليكوا نظرة مختلفة في الحتة دي. لازم تعاملوا اوكي. كل واحد لانه كلنا جسد واحد. اوكي. اقول. سوري، اتفضل. ماشي. قبل ما اسيب حتة الشغل برضه، أه الحتة بتاعت الطاعة، هو انا بطيع مين؟ وهل هي لكل الناس ولا هي الناس وناس؟ ولا الطاعة دي في الكنيسة بس، ولا هي الطاعة دي مكانها ايه؟ وضحي لي اكتر، قصدك ايه؟ يعني ايه الطاعة قصدك في الشغل؟ يعني اديني اكزامبل مثلا. ماشي. يعني انا يمكن شوية فيها حتة من حقي برضو، والقصة دي لو انا مديري جاي علي اطيعه، يعني لو هي طاعة لكل من هو في مكان قيادي، فهل اصلا ده صح؟ ولا انا بطيع مين ولا ما بطيع؟ ولا هو اصلا دي مش وصية واحنا مدخلين حاجة في بعضيها؟ ولا هو ايه اللي بيحصل يعني؟ هي هقول لك، هو لو انت قصدك ان هو بيقول لي حاجات في الشغل بعملها وهو حتى لو جاي عليا او ظالمني وانا بعملها، ده اللي تقصديه. اه. من امانتي ان انا اكون بعمل شغلي. شغلي مش الاوفر حتى تايم يعني. وحتى وحتى لو مديري طلب حاجات زيادة، فهو في الاخر هو المسؤول. هو المسؤول على انه اللي بيطلبه طالما هو بيطلب ده في الشغل. يعني اقصد ايه في الشغل؟ يعني في الشغل. بس طبعا ده ما يسمحش الاستغلال. يعني في فرق ما بين الطاعة اوكي. وانه انا اصبح مستغل لانه الشخص اللي قدامي استغلالي. اوكي. فاهم قصدي؟ فانا بطيع في حدود العمل وفي حدود القوانين المعروفة. انه مثلا انا بشتغل 8 ساعات في اليوم، فانا التاسكس اللي بتطلب مني بشتغلها بعملها. طلب مني حاجات زيادة بعملها. اتأخرت في مرة ساعة، اتأخرت في مرة ساعتين. لكن لو انا على طول مستغل ده مش صح. اوكي. لانه انا امين على شغلي، لكن انا عندي كمان حاجات تانية لازم اكون امين عليها. انا عندي اسرة لازم اكون امين فيها. اوكي. عندي خدمة لازم اكون امين فيها. عندي حياتي، عندي لو بتدرب لازم اكون عندي لايف بالانس شوية. اوكي. وهي فيك شوية، يعني هي مش حاجة بالورقة والقلم نقدر نقولها. يعني مش لو مثلا مديري بيأخرني ساعتين يبقى انا، هي اتس بيرسونال شوية. فاهم قصدي؟ يعني ما نقدرش امم. نقول قاعدة عامة
انه ده استغلال او لا. اوكي. طيب بما اننا فتحنا حتة ان في حاجات كتير اصل احيانا بناخدها بمعنى كده، احيانا بناخدها بمعنى كده، تبقى مش عارف طب اعملها امتى، طب وامتى حرفية وامتى رمزية والقصة دي. آه... الانجيل فيه حاجات كتيرة، امثال او مواقف حصلت. آه... احيانا بنقول دي لازم تتعمل، دي الوصية بتتعمل 1 2 3. في اوقات تانية بقول انه يعني لا ده كان بس كده بيشرح لنا الفكرة، بس اعملها على قدك، بس ده كان فكرة بس. ففي حاجات نسبية، ده اللي انت بتقوله. انا بقى اخد النسبية اللي على مزاجي ولا النسبية اللي على مزاجك، ولا انت ايه اللي قصدك على بيحكمها؟ الحته بتاعت الشغل دي ولا عامه ان جنرال؟ آه، it applies على الشغل وعلى حاجات تانية، يعني مش الشغل بس. آم، بس يعني لو انا بتكلم على ان انت بتقول ان الطاعة ملهاش خط فاصل امتى بتتعمل 1 2 3 وامتى لا. آم، فأظن في حاجات تانية كتير حتى في الإنجيل، يعني أو مش حتى في الإنجيل. آم، يمكن في شوية تفاسير بتتكلم إن دي رمزية عشان يشرح لنا بيها حاجة، وفي فوائد تانية بيبقى لأ، هي بتتعمل بالشكل الفلاني ولازم تبقى كذا، ولو انت ما عملتش كده تبقى غلطان يعني مش بقول ان صح ان احنا بندين بعض، بس يعني اتليست حتى لو انت بتحاول تركز على نفسك، بس تبقى بتايدنتيفاي او بتقرر ان غالبا الشخص ده بيعمل حاجة غلط يعني. فاعمل ايه بقى؟ اخد امتى الحاجة كرمز او مثل، اخده امتى ان دي حاجة واضحة او قاطعة ان انا محتاجة اعمل 1 2 3. سؤال كبير قوي قوي يعني. بس في حاجات كتير يعني، يعني في حاجات كتير ممكن نكون بنعملها. يعني اولا محتاجين الحكمة، لازم يكون في حكمة، ونصلي انه ربنا يملاني بالحكمة عشان ما اكونش بمشي بدماغي، وفعلا بكون بطبق الوصية بالطريقة الصح مش بالطريقة الغلط. طب قبل بقى ما عشان بس برضو كلمة الحكمة دي كلمة ايه بتاخد تدي معاك كده. ف امتى بقى اتاكد ان الاصوات اللي في دماغي دي، ان عندي اصوات كتير، الاصوات اللي في دماغي دي امتى اقول اصل ده روح قدس، ولا دي افكاري، ولا ده اللي انا نفسي فيه فانا بعمله بس بلفها بس الناحيه التانية كده عشان ما حدش يقول لي حاجه. وعادي اتابلايز بقى على كل حاجه. اصل احنا بنصوم، لازم الصيام ولا مش لازم الصيام؟ ايه ده سمعان خلاص لما عمل مش عارفه يعني هو كان لازم يعمل كده مش لازم يعمل كده؟ طب هو يعني حاسه برضو كلمه حكمه دي ايه كلمه كده كل واحد بيشكلها على مزاجه يعني. فنعمل ايه؟ طيب نعمل ايه؟ في كذا حاجة. اول حاجة، حكمة ناخدها منين؟ من الصلاة. we have to pray، يعني لازم نصلي، لازم نكون بنصلي علشان افهم فعلا امتى انفذ الوصية دي بالحرف زي ما سمعان خرز زي ما انت قلتي عمل، وامتى اطبقها روحيا وكل حاجة، بس مش لدرجة الجسد. لازم روح صلاة عشان اخد حكمة، عشان اعرف actually. انت سألت سؤال كويس اللي هو افرق ازاي ما بين الروح القدس وما بين اصواتي انا الشخصية والداخلية. في كذا طريقة. اول حاجة الراحة، ولو الاصوات كتيرة ومش متأكد لازم اكون برجع حد كبير، مرشد او اب اعتراف. اوكي. ولازم اكون بصلي، يعني الصلاة it's not. وهنا ده دورها بقى، عشان كده لما نقعد نقول نصلي صلي صلي، لا مش عشان بأدي واجب، لكن انا فعلا في حاجات محتاجة اعرفها، محتاج اعرف اعمل، امشي يمين ولا امشي شمال، انفذ الآية دي بالطريقة الفلانية ولا لا. والله بيكلمنا يعني. انا افتكرت حاجه، في ايه كانت مستفزه قوي، بيقول لك انا هو، يعني هما اتخضوا ولقوا في رياح قال لك انا هو، بس انا حسيت في ايه بقى؟ لا، وصلنا لايه انا هو يعني؟ فين الكلمه يعني هو قال ايه؟ فمش عارفه يعني يمكن يكون فيها حته ايمان فعلا، وغالبا او يعني يمكن ده حتى احساس الشخصي ان هي كل موقف وبيبقى في حد كده قال لي مره جمله يعني عجبتني، قال لي لو انت مجوس هيكلمك بنجم،
لو انت من شعب بني اسرائيل وفاهم التوراة وفاهم الحاجات دي، كلمك بملك. فانا عندي الايمان بتاع انه بيكلمني باللغة اللي افهمها لو انا بدور بجد. مم. لو انا من الشعب، لو انا من بره، اظن يس. عايز اقولك انه ساعات كمان في الشغل مثلا عشان اظن انت هي حتة امانة ان انا اكون فعلا بدور مش بسد خان. لما كنت بتتكلمي على الشغل والحكمة، اوقات كتير قوي ممكن اتحط في مواقف ناخد في، يعني الموقف ده هيحصل مرة فاعمل اكشن معين، تكرر تاني فعملت اكشن تاني، وكرر تالت فعملت اكشن تالت. وكان من الحكمة انه اعمل الثري اكشنز المختلفين في كل مرة. طب ودي انا اعرفها ازاي؟ ما هي دي بالحكمة بالصلاة، ان الله بيديني. يعني انا مرة فور اكزامبل مثلا، انا بقبل انه حد يتخطى، يعني ياخد حقي في الترقية مثلا، او في ماشي. مكافأة، او في بونس، او في whatever ايه في الشغل. انا قبلت بمحبة. وفي مرة تانية بمحبة قبلت، لكن في مرة تالتة هقول لأ، مش من حقك، ده مش من حقك، ده من حقي، من حقي ان اكون بعمل كده. طيب ليه انا بعمل كده؟ هل يعني انا يعني لا مش كده، لكن انا مش لوحدي، في ناس تانية بتتظلم. فلازم اكون بقول خلي بالك اللي بتعمله ده غلط، ده انت بتظلم ناس كتير قوي. يعني اكشلي ده حصل موقف، يعني ده موقف حصل اكشلي في الشغل، انه في مرة قلت لا، اللي بيحصل ده غلط، انتوا في يعني كده بتأذوا ناس كتير، مع ان قبل كده كنت عادي يعني تمام. بس في خلاص في وقت الله بيقول او تحسي جواكي انه it's time to talk. ودايما الانسان بيفحص نفسه بقى كل شويه، طب هو انا ده عشان انا اخد الكريدت، ولا في حته تانية؟ دايما عندنا تو فاكتورز مهمين قوي. حبة الله، هل الاكشن اللي هعمله ده بيقول انه في محبة من قلبي لله؟ هل الله هيكون فرحان ومبسوط ولا لا؟ الحاجة التانية، هل انا بأذي اخرين، او هل انا بكسر محبتي الاخرين ولا لا؟ ما انت لو بتداري على مصيبة هتضايقه. مش صح. فاهم. يعني اقصد انه باذي اخرين، ما انت لو الدور كله متآمر وانت قررت تتكلم، ما انت بتأذي الدور كله. يعني اقصد ان باذي اخرين دي ممكن يبقوا علشان هم بيعملوا حاجة غلط، فهم اتأذوا لما يعني زي لما بيقولوا المكان المنور او الحاجة المنورة بتكسف او بتكشف الطرق الضلمة او الغلط. بس ما عشان ف كده، ما عشان كده اول حاجة الله، محبتي لله، ما دي اوكي. امانة. دي امانتي لله، امانتي في شغلي انه كذا اكون امين. ولا لقيت حاجة غلط لازم اقول دي حاجة غلط، مش لازم البس اللي قدامي بس اديكلير دي حاجة غلط، هكذا. اوكي. طب خليني امشي في حتة تانية شوية. هو يعني ايه تواضع؟ وانا قيمتي ايه؟ ايه التواضع ده؟ يعني كتير كنا بنقعد نقول لا او ما استاهلش وما ينفعش مم. وليه. بس يمكن لما عملت ده لفترة انا ما بقيتش حابة نفسي، وبقيت حاسة اني مش مستاهلة حاجة خالص. والكلام الكبير الحلو بتاع انا قيمتي في ربنا ده ما بيخش بقى، ما بنفهموش. فهو ايه التواضع وبتعمل امتى وازاي؟ ولو حد قال لي شكرا وميرسي عادي نقبلها ولا لا؟ مش انا ده هو، انا ما عملتش بقى. ايه التواضع ده؟ بيعملوا فيه ايه؟ ببساطة ان الانسان يعرف نفسه كويس، يعرف قيمته، يعرف هو مين، بعيدا عن اي حاجات تانية. لانه اللي انت بتقوليه في الحتة الاولانية لما كنت بتقولي انه المتواضع واحس انه لا وكده،
اوقات كتير ده بيكون سببه ذات عالية بس متدارية. ازاي؟ هقول لك ازاي. يعني المسيح بيقول لما نخش مكان اقعدي في الاخر وسيبي الاماكن اللي قدام ل... يعني للناس تانيين او الناس المهمة، وبعد كده لو حد هيدعوك انك تقعد قدام يطلعك من ورا لقدام يطلعك. يعني ايه؟ خليك في الاخر اخر نفسك. بس هو ما يقصدش على المكان. يعني ايه ما يقصدش على المكان؟ يعني احنا ممكن نخش الكنيسة ونقعد في الاخر عشان نبقى انا اخر الناس، واتناول في الاخر عشان انا اقل واحد، بس وانا قاعد ورا انا عيني بص على اللي قدام. قلت كلهم محدش فاهم ولا حد يستاهل، أي. جبتهم واحد واحد وهو نازل داخل التناول. أي. اي يس. بقى جبت لابسه ايه اه. وعامله ايه وايه ده دي حاطه ايه، يس. وجبت كل التفاصيل. فانا قاعد ورا فعلا، بس دماغي وعيني وقلبي كله في اللي قدام. انا اعلى من اخواتي. موافقاك، بس مش دي حته اللي بتكلم فيها قوي. يعني موافقاك ان دي فيها حتى مش مظبوطه ومش ده التواضع ومخبيه ذات وراها. بس احيانا بحس ان احنا ما تعلمناش نقبل حد بيقول لنا شكرا، وما تعلمناش انه اقبل ان على فكره انا حلو عادي، يعني مم. انا حلو، انا استاهل. مم. آه، ليه دايما الكلام اللي بيتقال انه لا نستخبى؟ انا عايزه حد يقول لي شكرا، انا عايزه اما اعمل حاجه حلوه اوريها للناس. نعمل حاجه واخبيها ليه؟ مش عملت حاجه حلوه ناخد عليها، ناخد بونص هو بقى، طبيعي ناخد انك ندى يعني لو ناخد. عملتي حاجة كويسة شكرا، وده من حقك. انسان يحتاج انه يحس انه مقبول وانه بيتقدر. ده احساس طبيعي جوه الانسان، ويتشاف. ويتشاف طبعا، ويتشاف. وباي ذا واي ده اللي يسوع عمله مع ناس كتير قوي، قوي يعني قوي قوي. اوكي. فهي الفكرة مش في انه انزوي يعني، او انه لا الناس ما تقولش شكرا، او لا شكرا العفو على ايه ما عملش حاجة، ده انا اقل حاجة. الكلام اللي هو يعني هو طبعا كلام حلو لما يتقال، بس هو لو من جوه الانسان حاسس اصلا، بالذات في مجتمعاتنا يعني كتير عندهم صغر نفس. فالتواضع بيتفهم انه بحاجة بطريقة مش صح، مش مظبوطة، مش مظبوطة خالص. طب خليني اكمل على الفكره دي. آه، هو الشخص المسيحي شكله ايه؟ يعني ليه الشخص المسيحي على طول مهندم، شخص هادي، صوته واطي، بيعمل ايه تاني، تحسه كده ايه بس بتحط جنب الحيطه، هو يعني ده مكانه بس خلاص. ليه الشخص المسيحي ما ينفعش يبقى ثوري؟ ليه الشخص المسيحي ما بنحبش نشوفه انه شخص عالي او لاود او يعني، ليه ما بنحبش ليه ما بنحبش نشوفه في حتة تانية؟ ليه عندنا ستيريوتايب وفريم معين كده انه بس هو ده كده احنا ايه ماشيين تمام؟ ليه؟ هل الباقي مش مقبول؟ هو الانسان المسيحي لو مش عايش انسان يبقى مش انسان مسيحي. ايه بقى اللي انت قلته ده بقى، واحدة واحدة كده. تاني قول انه انت بتقولي الانسان المسيحي انه لازم يبقى في شكل معين او في برواز معين. اوكي. مم. هو لو هو في برواز معين وهو عايش انسانيته. يعني ايه عايش انسانيته؟ يعني انسان طبيعي بيضحك بيهزر بيتكلم، بيروح البحر، بينزل ميه، مش لازم يبقى رابط القميص لحد فوق. ده انسان عادي، ممكن يتضايق، ممكن يزعل، بيشكر الناس عادي. انسان طبيعي. احنا مش لازم نبقى يعني اللي هو يعني فاهم قصدي. حتة الشكل شوية، وان احنا بنحكم على بعض بالشكل، ده مش في جوهر مسيحيتنا خالص خالص. اوكي. ده ممكن نكون متأثرين بثقافات مختلفة تانية. وكمان في تربيتنا، يعني دي حتة كمان في تربيتنا انه للأسف ممكن. الطفل الكويس اللي بيقعد ساكت بالظبط. ما بيلعبش. مع ان الذكي هو اللي بيتحرك وبيتشاقى، بس احنا
ممكن تكون بسبب ثقافتنا كمصريين، يعني ان احنا تعودنا انه الولد الحلو الجميل اللي بيفضل قاعد ساكت، لكن اللي بيتشاق او كده ده ولد مشاغب وبابا يسوع هيزعل منه. لا. يا ده بابا يسوع زعل من ناس كتير، يعني اه، احنا ليه؟ مبهدلينه رايح ليه؟ راجع. مش ليه؟ يعني. ده المسيح قال كان بيقعد مع الخطاة والزواني، يعني ده عيل صح. صغير وبيلعب. صح. صح. I agree. صح. يعني ليه؟ ف فهي حتة يمكن متأثرة شوية بالثقافة بتاعتنا، بحسها كده يعني. أه... لكن لا، عادي ده يعني. يمكن كنت بسمع حد بيقول، حد من الكهنة يعني جمال، يعني أبونا لوقا سيدروس، كان بيقول يعني إن القديسين بقى الحقيقيين دول ناس عايشين عادي، يعني بني آدمين عاديين، عادي يهزروا ويضحكوا وبيغلط يعني. مش بيغلطوا، قصدي بيعملوا خطية يعني، ولو إن عادي ممكن يكونوا بيعملوا خطية برضه لأنهم بني آدمين، يعني بيحتاجوا كلهم خلاص المسيح. بس يعني عادي بني آدمين عاديين. وكان بيحكي قصة حصلت معاه ما بينه وما أبونا بشوي كامل. عادي. هو ايه الموقف؟ هو انت ليه بترمي إيه ال- ما تكمل. ايه الموقف اللي حصل؟ لا، هما كان معاه مفاتيح شقق بعض. اوكي. هو ابونا لقى ابونا بشوي، ودخل ابونا بشوي دخل يريح عنده في البيت، فكتب له ورقة قال له مش عارف صحيني في وقت معين. اوكي. اوكي. فابونا دخل فتح الباب لقى الورقة مكتوبة، فبيبص في الورقة لقى انه كاتب العربي غلط، يعني السبيلنج غلط. فقال له وكمان مش عارف تتكلم عربي؟ يعني بابا صحابي يقول لك ايه حد يكتب الزال زين مش كمان مش عارف تتكلم عربي؟ عادي يعني. اوكي. وهما الاتنين قديسين يعني وحلوين، فعادي عادي. عادي. اوكي. عادي خالص. اي يعني في مرة ابونا لقى برضو نفسه، هو بيحكي يعني، بيقول انه كان معترض على واحد هيرسموه كاهن معين، فراح للبابا كرولوس قال له وانتوا ازاي ترسموا ده كاهن؟ ما ينفعش. فرح البابا كرولوس، هم كانوا يعني بيحبوا بعض ابونا لؤى والبابا كرولوس، فراح خبطه كده قال له وانت مالك؟ هو كان هيترسم مش عارف يعني حاجه، يعني ان هو يعني اوكي. اوكي. هما الاثنين قديسين، البابا كرولوس قديس وده قديس، عادي، فاين يعني. اوكي. ماشي. يعني يمكن لو سير القديسين عندنا فيها تفاصيل اكتر، يمكن الدنيا تبان. غالبا مم. بنركز على حقبة معينة اللي فيها بقوا قديسين قوي. وغالبا ما حدش بيحكي لنا قوي القصة كاملة. محدش بيحكي لنا الكلمة اللي انت قلتها، الجزء البني ادمين اللي فيه، انسان. الانساني. مم. ممكن لعدم يعني، غالبا ممكن يكون يعني بلتمس العذر، ممكن يكون في الكتابات او في الحاجات دي بيكتبوا بس الحاجات المهمة في حياة الشخص، فبدون وعي بيكونوا بيوقعوا بيوقعوا الحاجات تفاصيل. اللي هي التفاصيل اللي هي بالنسبة للقصة مش مهمة. انه واحد حب المسيح وراح استشهد علشانه، يهمك في ايه انه هو مثلا كان متجوز ومخلف؟ مش تفرق معاكي. يهمني عشان اشوف نفسي فيه، ما يهمني هو اني اشوف انه اصل انا ده. بتكلم برأيي يعني او بفكر، ممكن اللي كتب القصة كده، لكن احنا نقدر نشوف ده في القديسين المعاصرين القريبين مننا، اوكي. ونلاقيه كمان في كتابات، يعني مثلا لما البابا اثناسيوس كتب قصة حياة انبا انطونيوس. طبعا احنا كلنا عارفين انه انبا انطونيوس دخل الكنيسة، سمع من اراد ان يكون كاملا، ان اردت ان تكون كاملا اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء وتعالى اتبعني. فدخل اوكي. الانبا انطونيوس عمل القصة دي صح. اوكي. بس هي في الحقيقة مش كده. في الحقيقة ايه بقى؟ كان بابا اثناسيوس كاتب انه بقاله فترة مشغول، انطونيوس بقاله فترة كبيرة قوي مشغول بعد ما بابا مات بفترة، انه ازاي الناس كانوا بيبيعوا كل حاجاتهم ويحطوها تحت رجلين التلاميذ في اعمال الرسل. اوكي. فازاي ناس تسيب كل حاجة وتعمل كده؟ ازاي عمال بقى الفكرة شغلاه
وعمال يصلي ويسأل ربنا ومش فاهم ومش عارف، ازاي نسيب كل الغنى ده وتروح ترمي ذهب وفضة وفلوس تحت رجلين التلاميذ. لكن لما دخل الكنيسة حس انه ده صوت الله، ده روح الله بيكلمه، فأخد الكلمة ليه واتحرك. وهي دي حكمة. اوكي ودي الحتة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، صح. انه محتاجين روح الله يفرق امتى الحاجة دي اخدها بتطبيق حرفي، وامتى انا لسه ما كبرتش في النعمة ان انا اخدها بتطبيق حرفي فاخد فيها الجزء اللي اقدر اعمله دلوقتي. اوكي هي دي الفكرة، هي دي الحكمة وانه بالنسبة للقديسين، لا في قصص كتير قوي بتقول انه الانسان ده عاش عادي، كان عنده، ما هو في العالم بيقولوا يعني الفشل اكبر معلم لايه؟ ماشي. لنجاح. اوكي يعني لو انا ما ستيبنج وقعتش، ستون. لو ماشي. انا ما وقعتش مش عارف ازاي انجح. نفس الكلام في العلاقة مع الله. لو ما كنتش بقع، لو ما كنتش عندي سقطات، عندي مشاكل وديفوهات، هعرف اكبر ازاي؟ هتقدم ازاي؟ هنجح ازاي في حياتي؟ بس انا عايز اقول يعني حاجة تانية مم. في حتة الفقد دي، انه الحلو فيها ان احنا نبص بدماغ تانية او بعين تانية. هل العالم حلو قوي يعني؟ نديله واحد طوفان تاني نخلص بقى ونبتدي على نضيف. مش ممتع يعني، مش لذيذ يعني. العالم نفسه مش واو يعني، ادينا شايفين الشر واللي بيحصل مش اعلى حاجة. بالعكس يعني اللي بيسافر من هنا بيرتاح، حتى لو مش عيان هو بيرتاح يعني. ويا بخته وعقبالنا. يعني لازم نبص، لازم نبتدي نبص شوية بالنظرة دي. طيب لما انت بتقول انه ده الهدف، هل م. انا موجود في الحياة عشان اموت؟ ده لا الهدف؟ لا خالص خالص خالص، مش ده المقصود. لانه الله ما كانش خلقنا يعني هو. صح، كنا عملنا جيم اوفر من الاول يس. يعني. لا مش مستاهلة يعني الفرهدة. لا، في فكرة كان شاغلة بالي من اسبوعين كده، انه ايه الفكرة؟ انه دلوقتي احنا فينا عيوب قد كده، صح؟ صح. ولسه الله قابلنا، ماشي. ولسه الله بيحبنا. ماشي. تخيلوا لما اتنين ملايين عيوب وفيهم حاجات كتير كده مكلكعة يتجوزوا ويخلفوا. مأساة بقى فالمفروض يعني، بقى كومبايننج المفروض بقى المشاكل ان كلها. الله يعني على الاقل، اقل حاجة يعني يعملها، يغير بقى على الاقل الشكل يا ستي، شكل المولود اللي جاي ده وطباعه تبقى مختلفة. لكن الله من محبته انه بيقول انا لسه في امل فيكم، بدل السكند جنريشن فرصة، لانه لسه في امل فيكم، لسه انا مستني عليكم. الله ما خلقناش عشان نموت، ما كانش جه فدانا يعني، خالص خالص. مش موت أبدي، أقصد إنه نخلص هنا يعني. يعني احنا موجودين هنا عايزين نخلص عشان نشوف هنعمل ايه لا في مش المرحلة التانية لا يعني. لا 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 مش هو ده مش ده بالعكس احنا بنعيش هنا ونعيش حياة حلوة ونستمتع بالحياة، يعني احنا مفتقدين الاستمتاع بالحياة. وكمان يعني هو اصلا actually يعني لو انا بحب الله قوي هعرف اعيش حياتي اعتقد يعني، ونفسيتي سوية، يعني الحاجتين دول بحب الله ونفسيتي سوية، هعرف اعيش حياة حلوة، هبقى مبسوط بالحياة. اوكي. مش الله خلقني عشان اموت، بالعكس. طب ما خلاص، ما كان الله يعني يعمل بقى زي ما انت قلتي، انه يتدخل في الصورة ويقول انه خلاص ما فيش حد هيعرف يخلف تاني، ونخلص ونوقف ونخلص بقى. لا هي مش كده. بس هي الفكرة نفسها انه عشان انا كنت بتكلم على حتة الفقد، لما حد يفقد حد لازم نبص شوية بزاوية تانية، بس مش اكتر، نحاول نبص بزاوية تانية. اوكي. اوكي. طيب عندي سؤال كمان. هو ربنا ثابت من الأبد وإلى الأزل، صح؟ سؤال سؤال ملتوي. سؤال يخوف. صح. ايه اللي بعده عشان الإجابة دي ليه في حاجات في العهد القديم مختلفة عن العهد الجديد؟ ليه في حتت كان بيقول إن أنا جاي بوصية جديدة
إنه مع إنه نفس الشخص، فليه كان في حروب وبعدين ما بقينا الموضوع في حتة تانية خالص؟ ليه كانت الشريعة كانت قاسية قوي وبعدين بقت حب قريبك كنفسك ويعني الموضوع بقى اتنقل في حتة تانية. فإزاي هو مش متغير، هو ثابت مع إن في آراء شكلها مختلف تماما عن بعض، يمكن عكس بعض كمان. بس يمكن أنا مشغولة أكتر يمكن في الحتة اللي ممكن تبقى لمسانة أكتر، اللي هي الشريعة أو الوصية. فخلينا حتى نحاول نشرحها من الحتة دي أكتر، إنه ليه كانت بتموت موتة غير رحيمة إنها بتترجم، وليه بعد كده كان بيسامحها؟ طب ما كان يسامحها برضو زمان. زمان كان مبدأ القوة هو الأساس، وكان يعني المسيح قال كده للتلاميذ أو لليهود، قال لهم لما كانوا بيسألوه عن الجواز والطلاق، و... وقال لهم إنه موسى كتب إنه الطلاق يبقى يكون في طلاق. آه، لعلة الزنا لا لا، مش ولا لعلة على ايه؟ الزنا، إنه لأجل قساوة قلوبكم موسى قال إنه يبقى في طلاق. اوكي. أوكي. طب إيه يعني؟ طب ليه يعني يا يسوع أنت جاي تغير؟ أنت جاي يعني تقول إنه موسى كان بيعمل حاجات لكن أنا هعمل حاجات تانية؟ لا، بس الوقت ده كان الشعب ليه صفات معينة، ليه كاركترز معينة، شايف حواليه حاجات معينة. يعني ايه شايف حواليه حاجات معينة؟ يعني عايش في مصر. مصر دول كانوا بيعبدوا الفراعنة، فبيعبدوا حورس وإزيس وأوزوريس وهكذا، فليهم طباع معينة وليهم مبادئ معينة. اوكي. فموسى ات يعني الشعب في الوقت ده بيتأثر بالكالتشر، اوكي. فبياخد منها. لكن الله رؤيته ايه؟ لا، الله رؤيته اللي عمله المسيح. نعرف كده منين؟ اللي عايز يعرف الله كويس يبص على مين؟ يبص على المسيح. من رآني فقد رأى الآب، صح؟ صح. فاحنا نعرف تفكير الله ورؤية الله لما نشوف المسيح بيعمل ايه مع الناس، لما نشوفه مع الزانية زي ما انت قلتي. لا، ما تترجمش. دي وقع بسبب ابتدى يسوع يشوف الكور، مش مش يتعامل مع الشكل. موسى والحتة اللي قبل كده في الناموس كانت بتتكلم شوية على الشكل، عن اللي بره. ده غلط يتحاسب. يسوع ما كانش بيعمل كده. يسوع كان بيتعامل مع اللي جوه. وده اللي عايز يقوله لنا، ان الله بيتعامل مع اللي جوه، مع الكور، مع سبب الخطية، سبب الوجع، ويروح يصلحه فاللي بره يبقى كويس. فهل هي مراحل فهم؟ هل هي قساوة قلوب؟ يعني عشان قساوة قلوب الشعب. آه. اقول لك على حاجة يا ليديا، انا ساعات بحس ان احنا شخصيا الله بيتعامل معانا كل شوية بطريقة. مش عشان هو بيتغير، مش عشان هو بيتغير، بالعكس. لكن انا مش هفهم. يعني انا مثلا بعامل بنتي بطريقه دلوقتي معينه وهي صغيره، بس لما تكبر شويه انا لازم اكون بعملها بطريقه مختلفه. مش انا اتغيرت او بقيت وحش او بقيت كويس، لا خالص خالص. بس هي استيعابها دلوقتي هيكون كده. لما تكبر شويه تاني استيعابها هيكبر، فاقدر اكلمها في حاجات اكبر، واديها تاسكس اكتر وتاسكس اعقد. لكن وهي اوكي. صغيره خالص ما اقدرش اعمل كده. نفس الفكره. زمان الشعب ما يستحملش الكلام ده، مش هيفهمه، مش هيقبله. فاهم قصدي؟ لكن كان اوكي. لازم مش يعني اليهود او الشعب زمان يعدي بمراحل كتير لحد ما يوصل المسيح. اوكي. فهي بنى للقصة، او بنى تدرج للفهم اكتر من ان هو اللي اتغير. فهم واستيعاب.
وقبول الناس. أوكي، أوكي. طيب حاسة إني جيت عليك شوية النهارده. قوي. بس يعني شكرًا إنك وضّحت شوية حاجات أكتر ممكن تكون كانت مفاهيم مغلوطة، ويعني حابين عامةً لو حد عنده أفكار تانية أو مش فاهم أوي إيه كل حاجة المفروض نتصرّف فيها إزاي، حابين نسمع منكم أكتر، حابين نتكلّم معاكم أكتر، فمستنيينكم. ميرسي يا ليديا، وميرسي الوقت ده، والله دايما يصلح لنا ويفهمنا كلنا. ميرسي. شكرًا. شكرا.